السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو ابنك غلط أو اتشاجع أو عمل أي موقف قدامك، امسكيه اضربيه، اطحنيه، افرميه. خلي بالك في مثل بيقول إذا ضربت فوجع، يعني لو ناوية تضربي اضربي بجد واضربي بضمير، اطحنيه، اديله العلقة التمام. وخلي بالك مفيش عيال هتتربى من غير ضرب، عايزة تربي وعايزة تأدبي اضربي، مش هتضربي ابقي بقى قابليني لو عرفت تربي. ما تقلقيش، لان العيال بتكبر وتنسى، كده كده هو هينسى العلقه اللي خدها وهينسى الضرب اللي خده، بس مش هينسى ان هو اتربى وان هو اتأدب على الموقف ده، فمش هيكرره تاني ومش هيغلط قدامك تاني ابدا. وما تقلقيش، ابقي صالحيه، ابقي بعد ما تضربيه وتديله العلقه التمام ابقي صالحيه، كده كده هيتراضى وهينسى وهيبقى زي الفل. طيب يا جماعة، تعالوا ندخل في موضوع النهاردة وأقول لكم إيه حكاية الضرب ده. بس لو أنتوا أول مرة تشوفوني، أنا أم العيال ودي قناتي، عليها كل اللي يهمك أنت وبيتك وعيلتك، اشتركي ونوريني. مبدئيا كده اهدي وروقي وفوقي وانسي كل اللي قلته في اول الفيديو، وتعالي نفهم بشوية شوية وبالراحة، هو احنا بنضرب عيالنا ليه؟ ايه السبب اللي بيخلينا نلجأ ان احنا نضربهم؟ حاجة من الاتنين او حاجة من التلاتة. اول حاجة، يا اما الواحد بيبقى صبره نفذ والولد مش راضي يسمع الكلام ولا راضي اصلا يعبرني، فانا بتعصب وبتنرفز وبلجأ للضرب اخر حاجة، يعني لما ببقى صبري نفذ. تاني حاجة، اني ضغط نفسي جوايا، انا ضغوط الحياة وانا تعبانه وانا ضائقه ماليه، ضائقه نفسيه، ايا كان، فمش متحمله، مش مستحمله اي حاجه. تالت حاجه، ضغط اللي حواليا، ان اللي حواليا انت مش مربيه، شايفه بيتعامل ازاي، انت اصلا ما عرفتيش تربي، شايفه ابنك بيعمل ازاي. ما هو انت لو امي عارفه تربي وامي عارفه تتعاملي مع العيال، ابنك ما كانش هيطلع يعمل كده ولا كان هيبقى قليل الادب بالطريقه دي. فانت بقى عشان تثبتي ان انت الام اللي عارفه تربي، او انت الام اللي عارفه تتحكم في ولادها، فبتمسكي الولد بتديله العلقه التمام وتضربيه. بيحصل، بيحصل. طيب تعالي بقى، النهارده انا جاياكي وهقول لك بلاش ضرب، بلاش نتعامل مع اولادنا بالضرب، بلاش نلجأ للضرب كحل اول او كاول حل بلجأ له عشان اطلع من الموقف اللي ابني حطني فيه، او اتصرف في الغلط اللي هو عمله، او اتعامل كاني بربيه بالضرب. تعالي النهارده اقول لك احنا بنعمل ايه في ولادنا لما بنضربهم، بيحصل لهم ايه لما بنضربهم، ولو هنلجأ ان احنا لا قدر الله نضربهم، امتى هنضربهم وهنضربهم ازاي. رقم واحد بقى، اسمعي معايا الآثار النفسية اللي بيعملها الضرب للطفل. لما انت تضربي طفلك، ايه الحاجات الغير مرئية اللي انت ما بتشوفيهاش بتحصل لابنك وبتحصل في شخصية ابنك؟ رقم واحد، اكتسابه السلوك العدواني. ابني بقى عدواني، ما بيعرفش يتعامل غير بالضرب، وما بيعرفش يتكلم غير بالضرب، واللي عايز يضرب صحابه، اللي عايز يضرب زميله، ما بيعرفش يتعامل من غير الضرب. ما هو انت السبب، انت اللي علمتيه ان دي طريقة التعامل، ان احنا بنتعامل بالضرب. تاني حاجة، فقدانه الثقة بالنفس وضعف الشخصية. ما هو شخصيته ضعيفة، مش واثق في نفسه. أنا من أي تصرف، من أي حركة بعملها، أمي بتضربني، أبويا بيضربني، فأنا عشان ما اتضربش وعشان أنا ما اتحركش من مكاني وما أعملش حاجة، لأني أنا كل اللي بعمله غلط. تالت حاجة، الشعور بالخوف الدائم وفقدانه مصدر الأمان. دايما خايف، دايما خايف يتحرك من مكانه هتضرب، دايما خايف أقول كلمة لا هتضرب، دايما خايف من أي حاجة لأن كل تصرفاته بتتقابل بالضرب. النقطة اللي بعد كده، بيقلل من معدل الذكاء للطفل وبيفقده تقديره لذاته. مش هيحاول يعمل حاجة جديدة، ولا هيحاول يجرب، ولا هيحاول يبتكر، ولا هيحاول يفكر أصلا، لأن بمجرد التفكير ومجرد التعامل أنا بتضرب، أنا بتقابل بكل حاجة بالضرب، فأنا مش هعمل ومش هتحرك من مكاني أصلا، لأن أي حاجة بعملها بتقابل بالضرب، فهيقعد كده محلك سر، مش هيعمل أي حاجة. النقطة اللي بعد كده، بيحصل عنده التبول اللا إرادي. بيبقى العيال عندها مشكلة التبول اللا إرادي، بيبقى السبب الأساسي فيها نفسي، ومن الأسباب النفسية الضرب، إن هو لما بيتضرب بيعمل حمام على نفسه. طيب امتى بقى ألجأ للضرب؟ امتى هيبقى النقطة الفاصلة بين ما اني خلاص وقفت التعامل، هبدأ امد ايدي او هبدأ اضربه، ودلوقتي اصبري عليا هقولك الضرب يكون ازاي. الاول امتى ابدأ الضرب؟ ابدأ الضرب بعد ما اعمل كذا خطوة. اول حاجة التلميح، الفت نظره ان اللي بيعمله ده غلط، كده بالتلميح بشكل غير مباشر. بعد كده التصريح، بص خلي بالك اللي انت بتعمله ده غلط،
انا نبهت عليك اللي انت بتعمله غلط. تالت حاجه العتاب، اجيبه واقعد هو انت عملت كده ليه؟ انت بتعمل كده ليه؟ احنا مش قلنا ان اللي بيحصل ده غلط، وبيحصل ده غلط عشان كذا كذا كذا، وعشان في مخاطر كذا، وعشان بيحصل كذا. افهمه الوضع وافهمه ليه غلط، لازم اقنعه ولازم افهمه. بعد كده الاهمال، لان في اطفال في سن معين بيبقى بيعمل الغلط عشان يلفت نظرك، او عشان تكلمي، او عشان تتعاملي معاه. فانا ابدا لو الغلط يغتفر يعني، او الغلط ما فيهوش خطوره، فانا ابدا اهمال، ابدا اعمل نفسي. النقطه اللي بعد كده بقى التهديد، سوري، الحرمان اللي هو انت كررت الغلط بعد ما انا عاتبتك، وبعد ما انا لفتت نظرك، وبعد ما انا اتكلمت معاك، وبعد ما انا قلت لك ان ده غلط وفهمتك عواقب الغلط، وانت برضو مصمم ان انت تعمله. هبدا بقى بالحرمان، اللي هو لو انت بتمسك موبايل، لا مفيش موبايل تاني. لو انت بتاخد مصروف، لا مفيش مصروف النهارده. لو انت بحرمه من حاجه بيحبها، او من خروجه بيحبها، او من لعبه بيحبها لوقت محدد او معين من الزمن. طيب حرمناه وعاتبناه وقلنا له ان ده غلط، واتكلمنا معاه كتير، وكل المحاولات نفذت. هبدأ أهدده بالعقوبة. طيب انت بقى مش نافع معاك اي حاجة، لو كررت الغلط ده تاني انا هعاقبك بالضرب مثلا. انا هضربك لو انت كررت الموقف ده تاني، انا هضربك، لان انت كده خلاص صبري نفذ من ناحيتك، لاني انا قلت لك وكلمتك وحرمتي من كذا وكذا وكذا، برضو راكب دماغه واللي بيعمله. فانت هتبدأي تضربيه. الضرب بيكون بضوابط، مش كل من هب ودب، ولا كل سن، ولا كل وقت، ولا كل اي حاجه بضربه، ولا بمسك اللي في ايدي وبضربه، ولا باخد اي حاجه عزكم الله الشبشب ولا مش عارف ايه ولا ايه وبمسك اضرب. لا 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 لا، الضرب بيكون بضوابط وقال لنا عليها الاسلام. يعني الضوابط دي حددها لنا الدين الاسلامي. طيب انا لجأت للضرب وخلاص هضرب بقى، لازم اعرف ايه الضوابط اللي هضرب على اساسها. اول حاجه بعد سن العاشره، قبل 10 سنين الولد ما بيتضربش اصلا نهائي. ما ينفعش اضرب الطفل قبل 10 سنين. تاني حاجه تجنب ضرب الوجه والاماكن القاتله. ممنوع 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 منعا باتا اني اضرب ابني على وشه. ممنوع ممنوع نهائي، اللي هو تديله بالقلم ولا تديله، ممنوع. ده بيعمل كوارث، والله بيعمل كوارث. وبعدين نهى عنه الدين الاسلامي ان احنا ما ينفعش نضرب الابن على وشه. والاماكن القاتله، اي مكان اللي هو وقت ما انت متعصبه لا قدر الله وهتضربيه فهيأذيه فتتجنبيها. تالت حاجه الضرب يكون للتهذيب مش للعقوبه. انا بأدبك، انا مش داخله ند بيني ما بينك عشان في عداوه بيننا وبتاع، لا انا بضربه للتهذيب. تضربيه مش للعقوبه، لان لو هتضربي للعقوبه بقى هتفشي غلك وهتنزلي طحن وضرب. لا انا بضربه عشان أأدبه واربيه. النقطة اللي بعد كده إن الضرب بيكون بشيء مأمون. يعني مش همسك عصاية اللي هي ممكن تعوره، أو همسك حاجة ممكن تعمل له عاهة مستديمة، أو همسك مثلا خشبة، أو همسك مش عارف حزام، أو همسك مش عارف إيه. ممنوع ما اضربش بحاجة تعمل للولد عاهة، أو تأثر في جسمه، أو تسيب أثر في جسمه، أو على أي حاجة. الضرب يكون على الأطراف. الضرب المسموح به على الأطراف، اللي هو لطشة خفيفة كده على الإيد، لطشة خفيفة كده على الإيد، ومع نظرة حازمة، ومع بصة حازمة، ومع موقف حازم، هتلاقي الضرب أثر. لكن عارفة لو مسكتيه ضربتيه بطبنجة وانت بتضحكي هيضحك زيك ومش هيأثر في الضرب. واخر حاجه، احنا اولادنا امانه ومسؤوليه عندنا. احنا مش جايبينهم للند، ولا جايبينهم كحد عدوي قاعد معايا في البيت، او بتعامل معاه كعدو. لا انا جايباه عشان اربيه، وعشان اادبه، وعشان اهذبه، وعشان اطلعه شخص سوي يعرف يتعامل لما يكبر ويبقى بني ادم سوي، وبني ادم ما فيهوش اي عقد ولا كلاكيع نفسيه. لحد هنا انا خلصت فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واشتركوا في القناه ونوروني. السلام عليكم.